بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيش قاعد يصير في العالم أعزائي المشاهدين؟ صراحة يعني اليوم واحد كلمني يقول لي طبعا الجنيه الاسترليني نازل بصورة مش طبيعية. قبل ما أكلمكم عن الجنيه الاسترليني راح تسمعون قريب خبر، يعني لا تأخذون مني الكلام، يعني إحساس إخواني الكرام، إحساس. راح تسمعون خبر وفاة زعيم عربي قريب. احساس اخواني الكرام. قريب، ما اعرف، يعني ما ادري. عموما خذوا مني هذه المعلومة، ولكن ستحدث تغيرات كبيرة عندنا في المنطقة. في تغيرات كبيرة، يقولون تغيرات ولا تغييرات؟ نقول تغييرات كبيرة ستحدث عندنا في المنطقة اخواني الكرام. عموما الوضع العالمي الآن شيء مش طبيعي. اليوم مكلمني واحد يقول ان البريطانيين رفعوا اسعار المنتجات، يعني في المحلات بنسبة من 20 الى 30%. كلكم تعرفون ان الجنيه الاسترليني، انا صراحة اليوم دخلت واصل، يعني صراحة يعني احنا لو بقيس الجنيه بالعملة القطرية، الجنيه كان 5 ريالات 5.3، الان 3.8 اليوم. تخيلوا نزول، تتكلمون عن 40%، تقريبا 40-35% نزول مش طبيعي. كذلك ال 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 اليورو نازل، الوحيد اللي محتفظ الدولار، الوحيد اللي محتفظ بقوته الآن الدولار. في توترات كبيرة قاعد تصير في أوروبا، في ارتفاعات في الأسعار في أوروبا مش طبيعية. كذلك في قلق من الشتاء القادم. الشتاء القادم يقول لكم ان احتمال يكون قارس. الان بدت، وهذا الكلام ترى انا مش من عندي اخواني الكرام، ارجوكم، هذا الكلام قاعد انقله من اصدقائي اللي موجودين في اوروبا. بالواقع ارتفاع في اسعار البترول والمحروقات، الغاز، في تقشف في اقتصاد، تهديد بوتين، التعبئة العامة في روسيا، تهديد بالسلاح النووي. اخواني الكرام، في انهيارات في البورصات العالمية، البورصات حتى العربية متأثرة، قاعدة تنزل اسعارها. في تكالب شديد على شراء الذهب، في ناس كثير قاعدين يشترون الذهب حتى على مستوى الناس اللي على قد حالهم. في ناس لعلمكم قاعدين يشترون ذهب على، يعني بالجرام والجرامين والعشرة والعشرين جرام، يعني $1500 $2000، حتى بالمبالغ البسيطة. في ناس، اللي عامة الناس قاعدين يتكالبون لشراء الذهب. في ناس الآن طالعين في السوشيال ميديا قاعدين يثيرون القلق والفزع، اشتروا ذهب اشتروا ذهب اشتروا ذهب. العملات ما منها امان. في بعض اخواني الكرام، بعض البنوك المركزيه اللي تتبع لدول بدأوا يشترون ذهب بكميات رهيبه. فاخواني في غموض رهيب مش طبيعي، غموض رهيب من المستقبل، شيء مش طبيعي اخواني الكرام. شو اللي قاعد يصير؟ ايش ممكن يحدث؟ ايش احنا ما نعرف صراحه. ولكن انا اعرف شيء واحد، ان احنا فعلا كبشر سلمنا رقابنا لمجموعة من العصابات اللي قاعدين يتحكمون فينا، كل واحد بمزاجه. هذا يحرض أوكرانيا على السوفيت، على روسيا، والروس قاعدين يقاومون، والروس قاعدين يعاندون الأوروبيين. وأنا قلت لكم قبل أن فكفكة الاتحاد الأوروبي هذه مخطط شغالين فيه، يعني أمريكا تريد تفكيك الاتحاد الأوروبي اخواني الكرام. مؤامرة واضحة. يعني انا بسأل سؤال، انت ايش دخلك؟ انت الاقتصاد الالماني ايش دخلك؟ قاعد تعاند روسيا عشان امريكا، ايش دخلك؟ في لعبة اخواني الكرام. في بعض الدول الاوروبية الان قاعد تدفع الثمن، ارتفاع الاسعار. راح يصير الان قريب، راح تحدث مظاهرات وراح تحدث اشياء غريبة وعجيبة في المستقبل. توتر ما بين الصين وتايوان. وابحث عن امريكا في الموضوع، دائما امريكا في الموضوع، قاعد تتدخل في كل حاجه اخواني الكرام. امريكا قاعد تتدخل في كل حاجه، تتدخل ما بين تايوان والصين، وتتدخل ما بين روسيا واوكرانيا، وتتدخل في نزاعات العالم ومشاكل العالم. ففعلا كل خازوق في العالم تلاقي امريكا وراه.
سبحان الله امريكا قاعد تقوم بنفس الدور اللي كانت تقوم فيه بريطانيا قبل. اي مشكله في العالم، اي مشكله حدوديه، اي شغله، اي فتنه، وراها بريطانيا. طبعا بريطانيا لا زالت هي المطبخ السياسي العالمي، لكن من تحت لتحت شغالين اخواني الكرام. فالمستقبل غامض، انا كنت جدا جدا صريح وياكم، المستقبل غامض، المرحله القادمه مقلقه. ايش ممكن يصير؟ ايش ممكن يحدث؟ طبعا لو انتم تلاحظون الكورونا ومشاكل الكورونا، الان دخلنا في مشاكل الحرب، والان قاعدين ندخل في مشاكل التضخم. تضخم اخواني الكرام، الشيء اللي انت كنت تشتريه مثلا نقول بدولار الان صار بدولارين. اسعار طيران قاعد ترتفع. في ناس للاسف يعني في ناس تفكيرها محدود. انا لما مثلا سويت حلقه عن السيارات الصينيه او قطع الغيار الصينيه، في واحد يفكر انا اسوي دعايه. حبيبي عبد العزيز الانصاري ما يسوي دعايات، انا ما اسوي دعايات. على اليوتيوب انا ما عندي دعايات. اخواني الكرام، يعني انا هدفي يعني مصلحتك انت كمشاهد. السيارات الكوريه واليابانيه ارتفاعات فاحشه اخواني الكرام، في استغلال عالمي، في شيء قاعد يحدث. انت السياره كنت تشتريها ب 100,000 الان صارت 180,000. ليش؟ نفس البرغي. اخواني الكرام انا مستعد اجيب لكم بعض، ما اتكلم عن السيارات فقط، اتكلم عن بعض المنتجات، نفس البرغي نفس الموديل اللي من 5 سنين هو ما تغير. يقول لك والله لا يا اخي. تذاكر الطيران اخواني الكرام، تذاكر الطيران صارت فاحشه، اسعار فاحشه. يقول لك والله اسعار البترول، حتى يا اخي لو البترول ارتفع مش لهالدرجه. فعموما انا لا اريد ان اطيل. الرساله اللي بوصلها لكم فعلا ما حد ضحيه الا انت المواطن العادي، الانسان العادي. هذول على فكره الازمات اللي انتم تشوفونها، في ناس قاعد تدخل مليارات من وراها، مليارات. ترى مصائب قوم عند قوم فوائد، وهذه هذه مقوله صحيحه. في ناس من الكورونا، انت الان اللي في كورونا حبسوك في البيت سنتين، في ناس دخلوا مليارات من هذا المعقم، ناس دخلوا مليارات من الادويه، ناس دخلوا مليارات من الماسكات، ناس دخلوا مليارات. عشان كذا انا لا استبعد بحكم والله يعني من زمان انا قلت لكم في الامور الاعلاميه عصابات. هذول اللي عندهم دين، ما يخافون الله. ما عنده مشكله انه يسممك عشان يبيعك ادويه، ما عنده مشكله انه يفتعل حرب عشان يبيع اسلحه، ما عنده مشكله انه يفتعل ازمات عشان يرفع اسعار العقارات. اخواني الكرام، ازمه العقارات اللي صارت اعتقد في امريكا في 2008، صححوا لي اخواني الكرام التواريخ، 2009 و2008، عقارات تخيلوا بيت كان يسوى مثلا نقول مثلا 100,000 دولار كان ينباع على 20,000 دولار. طبعا في ناس لموا اشتروا وباعوا بالغالي. والله اخواني الكرام انا دائما اكرر لكم هذا الكلام، وهذا مؤمن فيه 100%. احنا فعلا محكومين من قبل عصابات، والله عصابات، واحنا السبب. احنا اللي سكتنا، احنا اللي اغفلنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف الشعب الاوروبي والله بهايم وحيوانات. الشعب الاوروبي هذا عامه الناس مو بسائل، هو همه ياكل ويشرب درينك وينام، يختار له صديقه وبس. والله مثل الحيوانات. هذا الموضوع الان قاعد ينتقل لنا، ليش؟ عشان ينسونهم السياسات العليا. لا تصدق ان في ديمقراطيه لا في اوروبا ولا في البطيخ ولا في هالدول. والله يا اخواني الكرام الشعب الامريكي، انا يعني اسالكم بالله اخواني الكرام اللي في امريكا تعلقون تحت، اللي يقول لك الشعب الامريكي يقول لك حط له بس يقعد في البيت ويطالع التلفزيون وياكل ويشرب، ولا اذا اسم نائب الرئيس ما يعرفه. وفي يقول لكم سووا احصائيه 6% من الشعب الامريكي لا يعلم من هو رئيس امريكا. اكل واشرب مثل الحمير، والله مثل الحمير. يقول لك انا بعيش ما ولا داري. امريكا غزت العراق، امريكا غزت مدري وين، امريكا تسرق تقتل تنهب. I don't give a shit. يقول لك I don't give a shit. لا اريد ان اطيل اخواني الكرام، فعلا يعني المرحله القادمه مرحله الله يستر منها. في مخطط قاعد يحدث وفي تغيرات عالميه قاعد هذه قراءتي يعني، والمعلومات اللي توصلني. ترى اخوكم توصلها معلومات يعني لا تخافون. بس على فكره راح تسمعون خبر، هذا اذا ما كان الان موجود في الثلاجه، ما اعرف حطوه في الثلاجه ولا لا، ولا للحين ما اعرف.
احساس اخوي الكريم. قريب متى؟ يوم يومين شهر شهرين راح تسمعون خبر وفاه يعني. المهم اعزائي المشاهدين يعطيكم الصحه والعافيه، والله انا اسف ان انا قاعد اسودها في وجوهكم، لكن هالمعلومات لابد ان احنا نعرفها لاجل انكم تؤمنون ان احنا محكومين من عصابات. والله يا اخواني الكرام انا ما اضحك عليكم، احنا محكومين من عصابات ومحكومين العالم. انا ما اكلمكم عن الدول العربيه، الدول العربيه خلاص يبا هذول اصلا هذول عباره عن جنود، يمين يمين يسار يسار، ما في لا يملك نفسه. احنا للاسف حكوماتنا بس تنتظر التعليمات والاوامر، اللي فوق هناك هم اللي يخططون واحنا في الباي باي يا اخواني الكرام. عموما افرح واستانس وانبسط، ترى بوصلك رساله وبقول لك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ترى والله يا اخواني الكرام والله العظيم هذا قسم من اخوكم، نحن محكومين من ناس لو بيدهم الاكسجين هذا يحطونه في علب ويبيعون لكم اياه، والله باعوكم الاكسجين، والله باعوكم الاكسجين، ما راح يخلونك تتنفس الا باذنهم. ولكن احنا نقول الحمد لله رب العالمين، لكن النصر باذن الله للاسلام. اقول لكم دائما طبقوا شرع الله، تبون الحريه، تبون الزواج، تبون السكن، اي طلب لك في حياتك اطلب الاسلام، راح كل شيء يجيك، راح كل شيء يجيك اخواني الكرام. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تغفلونه، لان احنا الان قاعدين نعاني لان احنا اغفلنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في واحد ذاك اليوم يقول لي لما تكلمت عن حقوق المثليين، عبد العزيز احنا ما لنا نخص. يا حبيبي ما يحدث هناك تورة قاعد يجيك. فاحنا لابد كدول نتكاتف، لابد كمسلمين نتكاتف ونوقف وجوههم، لان هذول راح يجيبون لنا العذاب. والله يا اخواني الكرام المواضيع كثيره وطويله، راح تسمعون اخبار طيبه قريبه اعزائي المشاهدين، اتمنى الرساله تكون وصلت.